برجع مع حضراتكم وضيفي الكريم الكاتب والمفكر السياسي الكبير دكتور طارق حجي. تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. لي الشرف المره الثانيه نلتقي. لي السعاده ان اكون معاك. شفت قضايا الفساد ازاي سيادتك؟ يعني ده معناه الدولة عايزة تقول ايه للناس، للرأي العام، داخليا خارجيا، الناس استقبلت ده ازاي؟ تحليل حضرتك ليه ايه؟ الرئيس النهارده نجد وزير في الحكومة يتم القبض عليه، ما بتحصلش. دايما لما بنحكم واحد يكون ساب المنصب 5 6 10 سنين ونبدأ ندور عليه. سيدي الفاضل، هناك عدة زوايا لهذا الموضوع. أولا، هناك شعور عميق عند الناس بالمعاناة، لكن شعور المعاناة ليس بخطورة شعور بالظلم. الناس لما يبقى عندها شعور بالمعاناة صعب. اللي أوحش منه إن يبقى ماشي في الشارع وبيقول إن عدد كبير من اللي عندهم بسبب إن أنا ما عنديش. مش لأن اللي هناك اشتغلوا، لأن هناك فاسدين. نعم. هذا الشعور يعالج اليوم. النهارده شفت شعور طيب عند عدد كبير جدا من الناس ان الدولة اخيرا بتتحرك. لذلك انا برى ان مصداقية الحكم ترتفع الى ابعد الحدود بما حدث وما سيحدث، وتنخفض الى ابعد الحدود اذا تكررت فكرة الا تصل الامور لنهايتها. يجب ان الامور تصل لنهايتها. بمعنى ايه يا فندم؟ المحاكمات لغايه الاخر. محاكمات للاخر. تمام. مش عاوز نقول للمحاكم تعمل ايه، بس الامور تصل الى النهايه. الشعب سوف يقبل المعاناه اذا راى ان هناك عدل. والنهارده في امل كبير عند الناس ان جزء كبير من العدل المفقود سيعود. نعم. يتحقق. نعم. لانه يعني ايه عند في وزير ورئيس الدوله يامر انه يستقيل واجهزه الرقابه منتظراه في مجلس وزراء وتخرج وراه ناس ثانيه قدام يتقبض عليه؟ ايه ده؟ يعني لما بعمل ايه انا بقول لمين؟ انا بقول للناس، وان شاء الله ده يثبت فعلا وليس فقط قولا، ان القانون على رؤوس الجميع سواء. مفيش واحد اكبر من القانون. مفيش واحد. مش عاوزين ننزع من نفوس الناس يا استاذ احمد ان الغني غني لاسباب غير شريفه. الناس ما كانتش بتحقد على طلعت حرب رغم انه كان غني. نعم. ليه؟ عشان عارفين الكفاح اللي عمله. كان كل يهمه اسم مصر، فيقول ايه؟ مصر للاقطان، مصر للكتان، مصر للطيران، مصر بسكو مصر. يعني هو اللي عامله. فالناس عمرها ما حقدت عليه لان كانت ترى شرف العمل. الان شرف العمل عليه علامات استفهام. اللي بيحصل النهارده بيعيد للعمل شرفه، ان في ناس بتتغني بطريقه مطابقة للقانون، وكل من يعني النهاردة كلمة أي واحد هيمد إيده على فلوس المصريين مكانه السجن اللي موجود على الفيسبوك، دي مهمة جدا، دي قوية جدا. يعني النظام يأخذ شرعية مضاعفة بما فعله اليوم. ليه؟ لأنه يقف في جانب الحق. نعم. ما هو الفكرة هي مش تمثيل. يعني هو اللي حصل مش تمثيل، يعني مش كلام. هو الفكرة إن أنت عشان تصل بمرحلة إنك تقبض على وزير بعد ما أجبرته على الاستقالة بربع ساعة، معناه أن أنت جاد في شيء. كل ما نقوله الآن أن هذه الجدية يجب أن تستمر مع هذا الشخص ومع الآخرين. تستمر يعني المحاكمة تستمر، مش يعني أحكام معينة تصدر. نعم. على هوانا. نعم. ولكن الشباب المصري سيتحمل كل المعاناة إذا رأى العدالة تطبق على الكافة في منتهى الروعة. ألاقي رجل أعمال، حد مش عارف إيه، كان نافذ ليه علاقات رهيبة جدا، مستويات فوق خيال أي بشر، يعني في السجن النهاردة. ما هو ده ضروري. أقول لك ليه؟ عشان نحط نقط على الحروف. يعني إيه؟ الطبيب بيمارس الطب، رجل الأعمال بيمارس الأعمال. لو خرج من دايرة انه بيمارس الاعمال ان يمارس وظيفة الحكم مع الحكم، بيحصل اللي احنا شفناه ده. نعم. ابن خلدون قال كده. قال ان لما يختلط المال والسياسة الاتنين بيبوظوا. نعم. تمام. فالموقف ده كمان فيه ده، في الدرس ده اللي هو انتم رجال اعمال، منكم شرفاء ومنكم غير شرفاء. الغير شرفاء سيظهروا امام المجتمع وتطولهم يد القانون. ولكن في النهاية مش انا، يعني انا لو كنت مستشار قانوني لك مش مع انا اعمل لك عمليه جراحيه. انت بتروح لطبيب مش كده. نعم. فرجل الاعمال ايضا وظيفته الاعمال بتاعته. نعم. ابقى حيث انت. الدرس المهم ده ليهم المره دي. ابقى حيث انت. هو اصل كمان المره دي الدرس مريب. ليه؟ لان في خلطه اعلاميه برضو كمان. نعم. يعني في خلطه
سلطه ومال واعلام. عندما جنح الثلاثه الفرصه دي امامنا ان احنا نعريهم امام المجتمع. يعني انا بعتبر ان اللي حصل النهارده شيء في غايه الاهميه، مفيد جدا جدا لنا كلنا الذين نؤمن بان القانون فوق رؤوس الجميع، وان الناس يا استاذ احمد المصريين في اول القرن العشرين كانوا فقراء بس ما كانوش غضبانين. الغضب مش سببه الفقر بس، نعم. عدم العدل. فان عندنا فرصه الان لتاصيل الشعور بالعدل. وزي انت ما قلت رجل اعمال كبير، ده درس كويس قوي للكافه. هو القانون اصلا اتعمل ليه؟ عشان المجرم يتعاقب واللي بيشاور عقله يمتنع. مش هو ده السبب ولا نعم. غلط؟ نعم. فاحنا عاوزين ده يتطبق. انا لا ارى اي مجال للغضب مما حصل النهارده الا من اللصوص. يعني هو في حد في الدنيا بيخاف من الشرطه؟ لا، الا اذا كان حرامي. اذا كان حرامي. انا اقسم بالله يا استاذ احمد انا لا امر بكمين الا وادعو في نفسي لهؤلاء الناس اللي في الكمين. نعم. والله العظيم انا بدعي اما امشي في كمين مش متضايق انه وقفني وشايف ان هو بيحميني، وبدعي له في سري لان هو معرض لشيء انا مش معرض له. انا بروح انام في البيت وهو واقف الساعه 1 بالليل يعمل كمين. اللي متضايق من ده في حاجه غلط في مخه او في روحه او في نفسه. اصل تلاقي ناس كمان ايه فجاه كده يقول لك ازاي تقبضوا على فلان، وازاي ده فلان ده كان طيب وابن ناس ومحترم، وازاي ده فلان بتاع القضيه دي، وازاي، وكانه مثلا انه مكتوب في شهاده الميلاد انه ده مش ممكن يبقى مرتشي ولا فاسد ولا ياخد رشوه ولا. لا، الفساد لا له دعوه. ايش اقول لك حاجه؟ في فقراء شرفاء وفقراء غير شرفاء، واغنياء شرفاء واغنياء غير شرفاء. نعم. والموضوع ده ملوش معيار الا القانون. نعم. مش كده ولا ايه؟ نعم صحيح. اللي حصل النهارده ده عيد، ده فرح للقانون. في دوله اصبح فيها هناك شعور عند البعض ان القانون يطبق على الضعفاء. الشعور ده لازم نشيله من عند الناس. لو شلنا الشعور ده من عند الناس، يعني انت النهارده لما واحد يجي، انا بحارب دلوقتي على جبهه واسعه جدا مع عدد كبير من الناس ان اقنع الناس انها لازم تشارك في الانتخابات الجايه. اللي بيضايقني الشعور هو ده موضوع مش جاد، ما منوش فايده. السلبيه دي ما بيعالجهاش غير ان القانون يتطبق. الناس لما ترى ان صوتها له فايده، نعم، ان القانون بيطبق على الكل. يعني انا شايف ان اللي حصل ده في غايه الاهميه. وانا ما تفرقش معايا قوي ان واحد ان يقول لك ايه رجل اعمال ووزير. الله، هو مش هو يعني اذا كان بريء هيطلع بريء ويسرد اعتباره. نعم. مش كده ولا غلط؟ نعم. لكن اذا ما كانش بريء هو هيتعاقب و10 هيمتنعوا عن اتيان الجرم الذي اتاه. يتصور ان كان في ناس اتخصصوا في اطفاء الشرعيه على عمل غير شرعي. مش هي دي القضيه دي كده؟ القضيه كده في بعض كده، البعض كده. البعض مهنته اللي بيجيب بيها الملايين ان يساعدك في اطفاء، يساعده في اطفاء الشرعيه على ما هو غير شرعي. لا فرصه كويسه قوي ان احنا نطبق عليهم القانون. هنكسب كميه التزام من الناس ملوش اول ولا اخر. شباب كتير جدا هيؤمنوا ان في فايده. ده ما يخسرش في، لانه بعض قال لك كده وتخلوا ايد الناس مرتعشه ومحدش هيوقع ورق ومحدش وانتوا كده بتخوفوا الناس. يعني ايه تعملوا قضيه زي كده؟ يعني ايه وزير؟ كل الوزراء دلوقتي هيخافوا، ورجال اعمال ومستثمرين الناس هتخاف. ناس بتعمل ده ازاي؟ لا، ده عباره عن اصل مش عارف، مش يعني عارف ايه، بمارس رقابه على الالفاظ عندي ان انا اقول ان ده يعني ده نوع من السلوك غير السوي الى ابعد الحدود. ان انت تقول اسيب الناس تعمل كده عشان التانيين ما يخافوش يتخذوا قرار. لا، اللي عارف انه نظيف مش هيخاف. واصل احنا على فكره في النهايه يعني في فرق بين المخطئ والحرامي. نعم. ولا غلط؟ نعم. والفرصه ستكون متاحه للناس ان احيانا يخطئوا، بس مش معقول نتيح الفرصه احيانا يسرقوا يعني. نعم. وبعدين الارقام اللي بنسمعها مفروض انها تثير غضب الشباب. يعني لما نسمع ارقام بالنسبه لملابس، ارقام بالنسبه لبيوت، ارقام، يا اخي ده الناس بتقعد تكافح سنين طويله عشان تعمل بند واحد من دول ب30 سنه في بلد عربيه. فانا بكسب تماما، مفيش اي خساره يا استاذ احمد في اللي حصل. مفيش اي خساره خالص. نعم. لا يعني دوليا مفيش خساره ولا داخليا ولا حاجه. انت هيحصل عندك ان شباب كتير جدا لو الامور دي بس يعني تكتمل الصوره امام الناس. وانا طبعا انا لا اعلق على احكام القضاء بعدم النشر، ولكن في مرحله معينه رايي الخاص ان الناس اللي بتعرف الحقيقه وليحدث ذلك بالقانون. نعم. يعني الذي امر بعدم النشر للحفاظ اكيد على ادله. اكيد. لكن في مرحله معينه
من واجبنا ان المجتمع يعرف، من واجبنا ان القضايا المعلقه كلها تنتهي. كل القضايا السياسيه المعلقه يجب تنتهي. قضايا الاخوان، قضايا الفساد، كلها نهايتها اصل هو ايه؟ يعني انا رايي ان العداله البطيئه لا تقل خطرا عن الظلم. اصل بتخلي الناس تكفر بالقانون، الكفر بالقانون في غايه السوء. فاحنا لا، انا مش شايف اي سوء في اللي حصل النهارده. ده عيد، الحق له عيد اليوم في مصر، في عيد للحق. من شويه كنا مع 2 ضيوفنا بيتكلموا على قضيه حمد الفخر، ايضا قضيه فساد، وجهه اخرى من الاجهزه الرقابيه، الاولى هيئه الرقابه الاداريه والثانيه بحث الاموال العامه في الداخليه، فاجهزه بتكمل بعضها. يعني انه كمان قضيه بالصوت والصوره بادله زي ما القضيه الاخرى بادله وبالصوت والصوره، ودول محبوسين ودول محبوسين. القسم المشترك في كل القضايا ان في واحد بيلعب في ثغره، وهي انه يعني شوف القضيه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها مؤخرا، انا شفت حاجه بره. نعم. هو برضه وسيط. وسيط يعني هو، بس طبعا دي الدراما وصلت لقمتها في القضيه اللي حضرتك كنت بتناقشها. الدراما ليه؟ لان المنوط به محاربه الفساد توجه اليه الان تهمه الفساد. ده معناه ان هو كمان حس ان يقدر يضفي الشرعيه على غير الشرعي. ففرصه غير عاديه ان نقول للناس ما فيش حد مستثنى. ده المفروض ان الاجهزه كانت تخاف منه. الحمد لله انها ما خافتش منه، لان التايتل بتاعه برضه يخوف يعني. نعم. طبعا ان هو بتاع محاربه الفساد. لا، ازاي اروح اقرب له واقبض عليه؟ لا 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 لا، انا لا ارى، انا بكلمك من منطلق نعم انساني بحت. انا لم اشعر باي خشيه من هذه الامور لثقتي في انها لا تخصني. يعني ما تمسنيش. نعم. ان وزير يتمسك، ان واحد بتاع منظمه لمحاربه الفساد يتمسك، انا ما اخافش من ده غير لما اكون عندي رعب مماثل لهم. لما يكون ما عنديش رعب مماثل لهم، المفروض هو معقوله ان واحد يبقى مش فرحان لان واحد مستتر بمحاربه الفساد هو فاسد؟ ولكن ايضا نقول بيننا وبينه القانون. نعم. يعني هو حتى الان هو متهم. نعم. القضاء هيقول هذه التهمة ثابتة ولا غير ثابتة. نعم. ولكن أيضا نهيب بالقضاء أن يكون سريعا. والرئيس قال يوم ما اتقتل النائب العام إن إحنا لازم نعمل حاجة عشان القضايا دي تاخد وقت أقل. نعم. فأنا شايف إن ده بقول لك حقيقي اليوم المعنويات في السماء عند الشباب اللي ماشي يقول أنا في الوضع الزفت ده عشان في حد تاني سارقني. لازم أعالج الشعور ده. أعالجه بإيه؟ بالأفعال المطبقة للقانون والعدالة. سأعالج هذا عند الناس، فالناس تصبر معايا. شفت شعور الناس أيام قناة السويس؟ نعم. يعني هذا الشعور أنت على فكرة ما هوش دائم، هو بيطلع وينزل. نعم. فأنت لا تستديمه إلا بالعدالة. توصل لحد فين القضية دي؟ هل مثلا وارد تغيير وزاري كبير، وارد تغيير يطول ناس كتير، ولا هنفضل لحد الانتخابات؟ شايف أبعاد الموقف يوصل لفين؟ أنا أكرر في كل لقاء ليا أن مصر تحتاج مجلس وزراء كل أعضائه بحمية وحماس الرئيس، وأن هذا غير موجود حاليا. موجود جزئيا ولكنه غير موجود كليا. أنت تريد في وزارة فيها ناس على أعلى درجات الكفاءة والنزاهة وتعمل بالطاقة اللي هو بيشتغل بيها. لو حد قال لي أن ال30 وزير من تلك الشاكلة اللي جايه من اندونيسيا عشان تروح الكليه الحربيه الصبح واحنا شايفين الاضاءه غير كامله بتاعه الصور، لا هقول له لا ده مش صح. انت الوطن ده مش هينقذه الا، واي بقى واحد منافق يقول اصل ما فيش غير الرئيس بس، نقول له لا ده نفاق. لا، مصر فيها من يستطيعوا ان يعملوا مجانا. ما انت عندك رئيس لهيئه قناه السويس تقريبا ما بياخدش مرتب. نعم. لا ما بياخدش فعلا. انا عارف كده. هو قال لي كده وانا قال لي كده. ايوه يعني ورئيس لهيئه قناه السويس الناس لو سمعت مرتبه ممكن يغمى عليهم يتخضوا ويعرفوا ان هو متنازل مش عن 10,000 جنيه يعني لا، متنازل عن رقم من 6 خانات. ده صحيح. وبيشتغل. مصر لا فيها شرفاء طبعا. وهؤلاء الشرفاء يستطيعوا ان يكونوا الآلات التي تسحب الوطن الى الامام. فكرة ان مفيش دي فكرة عبثية. اصل لو مفيش نموت نفسنا. ليه؟ لان لو عندنا شخص واحد جيد فكلنا الى فناء، مش كده ولا غلط؟ نعم. طب وبعدين لما يبقى عندنا شخص واحد بس جيد في الاخر بتكلم على مصر. يعني ايه مصر ما فيهاش؟ لا 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 90 مليون. لا لا لا. انا الدكتور ابراهيم شحاته الله يرحمه وهو نائب رئيس البنك الدولي قال لي الكوريدور ده في مصريين، الكلام ده في التسعينات، يعملوا وزارة من الدرجة الأولى. فما فيش حاجة اسمها ما فيش، لا فيه. دكتور طارق كل ما بتسافر وشوف مصريين بره
بتكون فخور بجد. في كل حته بتلاقي مصريين بيدرسوا وبيشتغلوا موجودين، حتى لو موجود هنا كمان في اماكن اللي هو الناس ما بيظهروش في الاعلام. احنا بنشوف في الاعلام كم واحد كده هم اللي بيتنططوا شمال ويمين، لكن في ناس بتشتغل مصريين هم اللي ينجزوا كل حاجه. اقول لك مثال لا يعرف عنه احد شيئا. انا اتكلمت السنه دي في البرلمان الانجليزي مرتين، 19 يناير 1 يوليو، مجلس العموم مجلس اللوردات. اللي مرتب دي واحد مصري عايش هناك بقاله 30 سنه، وعندما انعم الله عليه اصبح يصرف على خدمه مصر وهو هناك، وليست له وظيفه ولا يريد تلك الوظيفه، وجاب على حسابه اعضاء مجلس اللوردات والعموم بطياره يقابلوا الرئيس السيسي بعد انتخابه. ده مثال واحد، اكيد مش هو الوحيد يعني، تمام؟ في اخرين كتير، بس ده بيديني شعور ان في ناس مستعده تبذل الدم من اجل هذا الوطن. السيد سمير تكله اللي انا ما كنتش اعرفه من سنه، اللي حضر لي بنفوذه في البرلمان الانجليزي محاضرتين، ده مثال وطني، مثال وطني. وراحت بعديه انا السيده مشيره خطاب وليلى تكله اتكلموا هناك. كانت نصيحه مني ان احنا محتاجين ست تيجي، لان بتفرق قوي في الغرب ان تقوم تتكلم في الغرب. نعم. ان تقوم واحده ست زي السيده مشيره خطاب او ليلى تكله تكلم الغرب بلغه انجليزيه سليمه، وتقول لهم انتوا مش فاهمين لو 3/7 ما حصلتش كان هيحصل ايه. واحده مسلمه واحده مسيحيه، يعني انت عارف الراجل بيعمل شغل. نعم. شغل كانه وزاره. وساعات انا اقول ايه، هو بيعمل كده ليه غير عشان مصلحه بلده؟ ما هو يقدر يقعد يتمتع بحياته هناك. كان هو مستشار السياسي للسلطان قابوس لمده طويله جدا، فيقدر يقعد يعيش ويتمتع بالحياه. لكن هو زي ما انا قلت ان اسود يوم في حياتي يوم ما اعلن ان محمد مرسي رئيس مصر، وان اسعد يوم في حياتي يوم 3/7 سنه 2013، هو ده شعوره وشعور ناس تانية كتير، مش احنا بس. نعم. اكيد انا متاكد ده شعور ملايين الناس. عدد الناس اللي مستعدين يخدموا مصر بلا حدود، واي حد يقول ان مفيش يعني الحقيقه مخطئ. مش هقول اكتر من كده يعني. خلينا ننتقل للنهارده ايضا العمليه المهمه للقوات المسلحه والشرطه في شمال سيناء، رفح شيخ زويد العريش من امبارح لحد النهارده وانجازات. شوف هذه العمليه بتعني ايه دلوقتي؟ بتعني بالنسبه لي كراجل كان محترف اداره فارق كبير عن كل العمليات السابقه. معظم العمليات السابقه وليس كل العمليات السابقه كان بيحصل عدوان وانت بترد عليه. ايوه. المره دي عنده بلان، عنده خطه. هو اللي قاعد يشتغل وعمل الهوم ورك الدرس بتاعه، وعرف اوكار الثعابين والثعالب فين، وعمل بلان وراح قائد المنطقه كلها يشرف على التنفيذ. نعم. يعني هناك مش الرجل الثاني، نعم، الرجل الاول. انا في غايه الاعجاب بكده عشان هو ده العلم. انت عندك سرطان موجود هناك، نعم نعم، هتقعد طول عمرك تحاربه لما بس يرمي عليك صديد؟ لا. انت قررت تروح له بناء على دراسه علميه، معلومات وعمل مخابراتي وعمل عسكري. نعم. وانا اعتقد ان النهارده هيبقى يوم فارق في الوضع الامني في سيناء. ليه؟ لانه مش فعل، مش رد فعل، ده فعل مسبوق بعلم وتخطيط. وهو بص هقول لك حاجه، انا عارف ان الكلام اللي بقوله ده البعض بيستاء منه، بس يعني يعمل اللي هو عاوزه. المؤسسه الوحيده التي لم يشبها تسوس وانهيار في مصر هي المؤسسه العسكريه ثم الداخليه، بالترتيب ده. هؤلاء بيشتغلوا شغل علمي، كانت ايديهم ممسوكه. ما هي كانت ايديهم ممسوكه 30 سنه. نعم. ما قربوش من سينا، مش كده؟ طب ايه اللي حصل؟ الورم استشرى. فانا اعتقد ان العمليه اليوم هي عمليه فارقه في تاريخ الارهاب في سينا. والناس برضو ايه ما بتديش الناس دي حقها. يعني ايه؟ انا مش شايف في الاعلام المصري حد اولى المصريين اللي بيموتوا في العمليات ديت ما يستحقونه من تكريم اعلامي. يعني الاعلام اللي بيقعد يدور على الخطا، انت عارف، نعم، عشان يشوف نعم فلان كان لابس ساعه نوعها ايه، انت عارف، هذه الصغائر، الصغائر والصغار، الاثنين. نقعد ندور على فلان وهو في الصوره ساعته ايه، وناسين ان في مئات الشباب المصري ماتوا عشان حضراتكم تعيدوا في العيد الصغير وفي العيد الكبير تروحوا الساحل الشمالي. تمام. انا برى ان الاعلام المصري عليه مسؤوليه ان يعني احنا نعمل برامج وثائقيه لازم في الموضوع ده، مش كده ولا غلط؟ هم الناس اللي ماتوا دول ماتوا عشانك وعشاني ولا لا؟ عشان البلد طبعا، مش كده ولا غلط؟ نعم. نعم. هل حضرتك بخبرتك الاعلاميه بترى ان خدوا حقهم اعلاميا؟ لا.
يعني اي خطا بيتسلط عليه الضوء اكتر ولا غلط؟ نعم. تمام. يعني مثلا ايه خطا صغير من الشرطه في حق واحد، ما هو كل واحد مش في معدلات خطا في كل شيء ولا ايه؟ صحيح. معدلات خطا، غلطوا في حاجه ننزل عليها كلها. تمام. فانا اللي بشوفه ان اللي حصل النهارده زي بالظبط اللي حصل واهم من اللي حصل في ليبيا. اهم من ليبيا؟ لا طبعا، انت في ليبيا طبعا شيء عظيم. رحت عملت عمليه ورجعت. لا 100 طياره. بس برضه كنت فعلا بتعمل رد فعل برضه. نعم. لكن انت المره دي انت بتقول عكس كل اللي حصل في 30 سنه اللي فاتوا. انا مش هقعد قاعد ساكت لغايه ما يطلع لي يقتل حد تاني. رايح اخلص يعني. رايح اخلص بالمصري كده. ايوه رايح اخلص بالعلم. وكلمه الامريكان دايما لما يقولوا كده ما تبقاش عيب، واحنا بنقولها تبقى عيب. اما يقولوا ايه احنا عندنا معلومات مخابراتيه هنشتغل على اساسها، هم يقولوها بس احنا ما نقولهاش. يعني هذا الجهاز اللي اسمه المخابرات، انا مش فاهم كيف لا يحبه مصري الا لو عنده مشكله. يعني الجهاز ده اللي شعره صقر بيجيب ثعبان، مش ده شعره ولا ده؟ نعم. صقر ماسك ثعبان. هو في شك ان المعنى اللي مرسوم ده هو الصح ولا ايه؟ نعم. الجهاز ده اللي اتعمل سنه 53 اتعمل عشان الصقر يجيب الثعبان. فما لم تكن انت ثعبان فما تزعلش. ما حد بالظبط تبقى مبسوط جدا. نعم. تمام. لكن يا سيدي انا لما كان بيتصل بيا احد من الجهاز الامني ايام ما كنت رئيس لشركه بترول ويكلمني عن الغاز، يسالني ويكونوا سايبيني في ساعه الاستماع على موسيقى رأفت الهجان جلدي بيقشعر. ليه؟ لان انا ما فيش بيني وبينهم الا خير. يعني الجهاز ده ما انا بكون انا جاسوس، انا مش مفروض الا ان احبه، مش كده ولا غلط؟ نعم. تمام. لكن خد بالك ان الاخوان اشتغلوا على الحاجات دي. الاخوان وللاسف اخوان وطابور خامس وجزء ايوه طبعا. واليسار اللي هيجنني يا استاذ احمد، اليسار اللي انا كنت اعرفه في الستينات اول ما يشوف واحد اخوانجي يروح في اتجاه تاني. نعم. لانه بالنسبه له مش علمي، مش كده ولا غلط؟ نعم. مخرف. بيمزج الدين بالسياسه، الوقت بيتعاطف معاه لانه طابور خامس زي انت ما قلت بالظبط. لكن هو لو الانسان ما هوش جاسوس ومش طابور خامس، ما الذي يضنيه من قيام تلك الاجهزه بمهماتها؟ حضرتك بتتكلم على مواطن مصري بيشتغل في المخابرات، في أجهزة المعلومات، موجود في سينا النهارده في عملية حق الشهيد إلى آخر ذلك، ولاقي في نفس الوقت واحد يقول لك والله أنا نازل أتظاهر عشان تعديل القانون أرجوك لو سمحت. وتونس النهارده وزير داخلية تونس النهارده مش امبارح النهارده قال لك ممنوع التظاهر في كل أرجاء تونس من النهارده لحد 20 سنة جاية. والله يا أستاذ قال لك هطبق القانون على أي واحد ينزل الشارع تونس النهارده. أنا معاك تمام ومعاه. وانا لما تم تعديل بسيط في القانون بالنسبه للصحافه انا كنت في غايه الاستياء. من حقي كمان اقول كده ولا هم بس يقولوا؟ لا من حقك تقول. هم بيقولوا ان هم عملوا مكسب كبير. مكسب لمين؟ للمرتزقه الكذابين يعني. بس ما هو الاعلامي اللي مش بيفبرك اخبار مش هيبقى متضايق. نعم. وبعدين بنقول له بنكلمه على حالات محدده فيها اساءه للوطن. نعم. للجيش مش بنكلمه على اي حد. فالغاغه اللي عملوها يعني هم حظهم كويس ان في بعض الناس بيقبلوا كده. انا انتمي لمجموعه من البشر تقول لهم اخبطوا راسكم في الحيط. اخبطوا راسكم في الحيط. لا اللي نازل الشارع ده يتظاهر بحجه دعوه مش عارف لمين وانت في ظروف بتحارب. طابور خامس زي انت ما قلت يا استاذ احمد، طابور خامس. هو الفكره ببساطه احنا الان اسوأ شيء حصل لنا في حياتنا حصل ما بين سنه 2011 وسنه 2013. وخرجنا بمعجزه شبه سمائيه. يعني انا مش قادر اقول عشان السماء ما قالتليش، بس هي تبدو وكانها معجزه سمائيه. ان احنا خرجنا من طريق سوريا. اللي مش شايف ان احنا كنا ماشيين بسرعه لطريق سوريا لو كان مرسي قعد. او لا ايه بقى الناس المجانين اللي يقول لك ايه ان هم موافقين على 30/6 بس مش موافقين على 3/7 سوريا. 30/6 من غير 3/7 تبقى في سوريا، مش كده ولا لا؟ نعم. ليه؟ لانك عندك عصابات هتنزل تحارب الناس اللي في ميدان التحرير، عصابات من القتله. نعم. هو احنا انا وحضرتك اكثر معرفه بقتال الشوارع ولا الجماعه ولا الاسلام السياسي؟ هم الاسلام السياسي. مش كده ولا غلط؟ نعم. طب. وعشان كده خيرت الشاطر قال للرئيس السيسي لما لم يكن رئيسا اذا الجيش اتدخل هيبقى فيه بحار دم. نعم. فرد عليه الرد المناسب. واحنا هنسوي بيكم الارض. مش هو ده الرد اللي اتقال؟ اللغه دي يجب ان تكون موجوده الان. الدوله المصريه انقذت والشعب المصري انقذ من ظلام القرون الوسطى. نريد الان نبني زي قناه السويس
وعشرات المشاريع الاخرى. لما يجي الطابور الخامس يشغلنا الان لازم نقول له روح اتفرج. اولا قوانين التظاهر في امريكا والله العظيم يا استاذ احمد اشد من قوانين التظاهر اللي توافق عليها في مصر. اشد. تمام. وانت في امريكا عارف بيقول لك اقف على الرصيف، لو رجلك نزلت في الشارع نعم اتقبض عليك. وبتشوف انت الناس اللي هي نايمه على الارض والعسكري فوقها او 5 عساكر ماسكينه تقريبا مسوينه بالاسفلت. صحيح. مش كده ولا غلط؟ نعم. لا يعني احنا الغرب زعلان على حقوق الانسان، وانا احب كل الناس تسمعني في دقيقتين. الغرب قاعد يقول للصين حقوق الانسان والصين تقول له العب بعيد، لغايه ما بنى نفسه وبقى بالمنظر اللي شفناه في الاستعراض. نعم. تمام. الاسبوع اللي فات. في الاسبوع اللي فات حاجه وبقى معلق عليها وقال ايه العرض ده وايه الناس. روح العب بعيد يعني. ده اللي الصين كانت بتقوله لامريكا. العب بعيد. انت عارف ما تقعدش تشغلني بقضايا انت قاصد بيها هدمي. انت بتضحك عليا. انت خايف انت خايف على حقوق الانسان. طب امال الناس اللي بتقعد تضربهم بالطيارات في العراق وفي اليمن دول مش حقوق؟ ما دول حقوق انسان. ليه؟ لان هم ما اتحكموش. خصومك اللي قاعد تموتهم بالطياره اللي من غير قائد في كل حته. ولا هو حقوق الانسان دي كل مره تستعملها ما تبقى عاوز بس. يعني حقوق الانسان انت تستعمل هذه الورقه واحنا مش مصدقينك يا غرب. احنا مش مصدقينك. نعم. ومصدقين الصين. ولا غلط؟ نعم. تمام. والصين ورتك القوه في الاستعراض العسكري. 94% من تلك الاسلحه التي عرضت جديده، الغرب ما يعرفش عنها حاجه. هذه هي القوه الحقيقيه للصين اللي خلت الصين تصل الى المساهم الاول في الاقتصاد العالمي النهارده. هو كان الثاني لغايه سنتين فاتوا. في حاجه اسمها GDP جروس دوميستيك برودكت، المنتج العالمي. هو عدى امريكا. عدى امريكا بايه؟ بالقبضه القويه. ده الكلام ده يهمني جدا الناس تسمعه حتى لو في ناس هتستاء منه. الصين لم تعرف مصير الدول الاوروبيه اللي انهارت، اوروبا الشرقيه، عشان في قبض الدوله. القبضه القويه مسكت الصين وهي بتتحول من الاشتراكيه الى الراسماليه. قالت بقى مش هتبقى يعني فوضى. وده اللي الرئيس الروسي بوتين انقذ بيه روسيا. يلسن كان اخذ البلد للخراب. فجاء قائد قوي زي النهارده لما يقول الراجل فاهم سياسه دوليه، بيقول غاز قطر مش هيروح لاوروبا عن طريق سوريا ولا بعد 1000 سنه. قال في الجمله دي كل سياسه امريكا موجوده في الجمله دي. انت يا قطر بتساعد تدمير سوريا عشان الغاز بتاعك يروح اوروبا. محل ايه؟ الغاز الروسي. مش كده ولا غلط؟ عشان مين يركع؟ روسيا. النهارده قالها بقى بوتين. قال ايه؟ الغاز القطري. قال بالحرف كده اهو: انبوب الغاز القطري لن يصل الى اوروبا عن طريق سوريا ولا بعد 1000 سنه. عشان كده هم راحوا سوريا موجودين. طبعا هم رايحين. انت حضرتك متخيل ان هم رايحين عشان المواطن السوري مظلوم من بشار الاسد؟ مصلحته. هو رايح يمد بص هو هيقتل روسيا. ده الهدف الاخير. بس عشان يقتل روسيا لازم يفلسها. روسيا اكبر مصدر دخل عندها الغاز الذي يباع لكل دوله في اوروبا الغربيه. انا هجيب غاز قطر ومرره انبوبه للاذقيه واوديه اوروبا وبيعه ارخص من الغاز الروسي، واخلي روسيا بقى تشم الغاز بتاعها ويفلس ويركع لي زي ما كل من افلس. ما هي المعادله الامريكيه بقت مفضوحه. فلس واتفقر، اديك معونه واما اديك معونه اتحكم فيك واقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. مش هي دي المعادله ولا غلط؟ نعم. يعني احنا لما ارتبطنا بيهم بالمعونه كانت لمصلحتهم ولا لمصلحتنا؟ لمصلحتهم اساسا. نعم. اساسا. نعم. مش معقول يكون شركات مصانع بتشتغل ايه. لا وكمان يفرض عليك ارادته. نعم. يعني يفرض عليك ارادته يتحكم يعني. هو مش هو منع عننا الاباتشي شويه. نعم. بعد ما الرئيس السيسي جه. مش ولا غلط؟ نعم. هو ده دلاله واضحه. منعها لمده سنه. انا بديك سلاح عشان انت بتعمل اللي على هوايا، اللي على مزاجي. نعم. فلما مش هتعمل اللي على هوايا مش هديك السلاح حتى لو كنت ملتزم بيه. يعني انت عارف قاعد يقول للعالم كله ايه؟ انا كل مبادئي دي اي كلام، ما تصدقنيش. مش هو دي الرساله؟ نعم. انا بتفق معاك واقول لك هبعت لك طيارات اباتشي بعدين ما ابعتها لكش. عشان ايه؟ عشان انت مش على هوايا. عشان ايه؟ عشان مرسي رئيس شرعي منتخب. يا سلام، ده انت تعرف اكتر مني انا ان هو في شك في حكايه رئيس منتخب دي. ثانيا انت اتقالك في بلدك في النكت انت اشتريت علبه سردين مكتوب عليها تاريخ الصلاحيه 4 سنين ولما فتحتها لقيت فيها دود.
مش كده؟ تمام. ها ما ترجعهاش ولا ايه؟ ولا لازم تاكل ترميها. ترميها. واحنا مصر عملت كده، رمت علبه السردين اللي فيها دود، اللي هي محمد مرسي، اللي هي محمد العياط. استاذنا حضرتك هنطلع فاصل. ايوه. نرجع بعد الفاصل نتكلم عن الانتخابات. ملف الانتخابات مهم جدا، والاحزاب وقصه البلاغات اللي تمت، واحنا عاملين حمله بقالنا من يوم الاربعاء اللي فات، امنع عدوك من دخول البرلمان، مستمرين في هذه الحمله، حمله امنع عدوك من دخول البرلمان اللي قدام حضراتكم. دعم هذه الحمله الشعبيه اللي اطلقناها منذ الاربعاء الماضي لمنع عدوك الحقيقي. مش عايزين نرجع تاني ولا عايزين سوريا، الموضوع خلص، احنا بنخلص دلوقتي، مش رايحين ناحيه سوريا ولا رايحين ان شاء الله ناحيه ليبيا ولا اليمن. احنا مصر العظيمه اللي عندها تاريخ عظيم، عندها جيش قوي عظيم جدا، شرطه عظيمه جدا، وقضاء عادل مستقل، والاهم من كل دول الشعب العظيم. فاصل. هرجع مع حضراتكم وضيفي الكريم دكتور طارق حجي، بس خلينا قبل ما ضيفي الكريم نشوف مع بعض النهارده المهندس ابراهيم محلب في تونس، زياره ولقاء مع رئيس الوزراء ومؤتمر صحفي، ولكن في المؤتمر الصحفي حصل مشكله. المشكله انه صحفي او اعلامي تونسي سأل رئيس الوزراء سؤال وجدوا انه خارج عن السياق، وبالتالي انسحب المهندس ابراهيم محلب. تعالوا نشوف رئيس الوزراء ونشوف الصحفي او الاعلامي التونسي اللي سأل هذا السؤال بأنهي طريقه، وازاي هذا الكمين اللي اتعمل لرئيس الوزراء. نشوف. ضيف نعم الله يخليك. يعني اسال واتفاعل مع الواقع اليوم. وزير الزراعه بحكومتكم الموقره يستقيل بعد ظهور كبيره وشبهات بعض المسائل. حضرتكم عين هذا الوزير يعني، وحضرتكم متهم رئيس سمعت حضرتكم متهم رئيس بأكبر قضية فساد ما يعرف بالأصول الرئاسية، تلاعب بأموال العناوين المختلفة. اليوم أسئلة. نعم النور السوداني. هذه حرية الإعلام يعني؟ ليش حرية الإعلام؟ بس كان حرية الإعلام. صحفي بيسأل وارد، ورئيس الوزراء انسحب، ولكن أنا نشوف، لكن خلينا الصحفي ده مين؟ هو إيه؟ هل ده تونسي وعضو في الجماعة الإرهابية؟ واحد جاي مدفوع مسؤول؟ واحد ليه مصلحة؟ جايز يعني كل الحاجات دي أي حد يسأل نفسه هو إيه اللي يخليه يعمل كده؟ واشمعنى في مؤتمر صحفي في تونس؟ وليه تونس؟ وليه يعملوا كده؟ وهل هم اللي دخلوا دول يعني ما كانوش معروفين للأمن التونسي؟ أنا أعرف الأمن التونسي كويس أوي، أنا شخصيا أعرفه، أنا رحت تونس دي 20 مرة. الأمن التونسي هناك ما بيعديش الهوا، أنا بقول أهو ما بيعديش الهوا، غريبة قوي يسمح. طب نشوف ده مين هو الأول بس لو سمحتوا. الإعلامي ده بينتمي لأنهي حاجة؟ ركزوا لو سمحتوا الفيديو اللي جاي، أرجوك 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 عشان تعرف إيه الحكاية. نشوف. سلام لكم مني كإعلامي موشحا بهذا البرتقالي. أصفر هنا سال حبركم، وهناك قلم الحرية خضبه الأحمر القاني. صمت ولا كلام. تعالوا نحصي كم شيء. لا أنا مش عايز كلام ولا رغي ولا بتاع وخلاص، عشان عايز أبين لكم إنه ده واحد من عضو جماعة إرهابية فقط لا غير، بالصوت والصورة، صوت وصورة، بيشتغل في تلفزيون الزيتونة في تونس، وبالتالي انه بان النهارده هويته قدام الدنيا كلها، قدام الرأي العام. لما طلع يسأل المهندس ابراهيم محلب، ده مدفوع من عصابة الإرهاب، واحد من حزب النهضة اللي كان بيحكم، النهارده لا يحكم، هو جزء من الحكومة الائتلافية اللي معمولة في تونس، ولكن هو بيكشف عن انتمائه. وانا هنا سؤالي للأمن التونسي، كيف سمحت هذا الإعلام وأنتم تعلموا تماما أنه رفع شارة الماسونية رابعة، ارتدى زي الإعدام باعتباره عضو في الجماعة الإرهابية؟ كيف سمحتوا ليه أنه يتواجد في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء مصر؟ رئيس وزراء مصر هو ضيف على الحكومة التونسية. عندما يهان رئيس وزراء مصر داخل تونس فهو إهانة للشعب المصري وإهانة للدولة المصرية. وأنا شخصيا بطالب تونس باعتذار رسمي على هذه الإهانة اللي تعرض لها المهندس إبراهيم محلب، اعتذار رسمي لا يقل عن رئيس الدولة مش رئيس الحكومة. يخرج الرئيس السبسي باعتذار لمصر على هذه الإهانة، وهذا التطاول الذي جرى اليوم في المؤتمر الصحفي غير مسموح لتونس ولا لأي حد في تونس ولا أي دولة يهين مسؤول
اصغر مواطن مصري لا نسمح ما بالنا ان رئيس الوزراء في هذا المؤتمر يتم احراجه. انا كان رايي رئيس الوزراء مش انسحاب، كان على الاقل يرد الصاعين وكده ياخد حقنا على الهواء من قدام العالم كله، ولكن انسحابه ايضا يعني رساله للتوانسه ان انتوا كمان لم تحترموا رئيس الوزراء اللي جاي لكم في ضيافه كريمه وفي تبادل توافق بين البلدين في هذه الظروف. بصراحه اطالب تونس من الرئيس لاصغر الاعتذار لمصر، واذا لم يحدث اعتذار انا بكره هيكون لي كلام اخر. بس عشان ضيف الكريم دكتور طارق مش عايز اخر وقته كمان ما اخدش من وقته كتير، من هنا لحد بكره تونس عليها الاعتذار عما بدر من الاعلام الاخواني، احد عناصر حزب النهضه الارهابيه لانها جزء من تنظيم الدولي جماعه الاخوان الارهابيه. شوف الموقف ده ازاي سيادتك؟ منتهى الغوغائيه. لان عندنا رجل بيتكلم في قناه حاطط عليها اشاره الماسونيه اللي هي اشاره رابعه، وفي نفس الوقت يسمح له بالدخول، معناه ان في تواطؤ او صمت. وانا معك تماما في المطالبه بالاعتذار، وانا يعني من الذين يغالون في اللي انت قلته، وهو ان مصر شقيقه الجميع ولكنها اكبر من الجميع. هذا كلام ما فيهوش اي اخذ ورد. مصر شقيقه الجميع، ولكن ده مش على حساب مين هو مين. يعني مصر هي قلب هذه المنطقه، مصر هي اهم اسم في هذه المنطقه. مصر لما تسقط في الفوضى دول يتكنسوا في شهور، من الكويت للمغرب الاسلام السياسي ياخدهم. فالاعتذار الذي طلبته انت انا معك تماما انه الحد الادنى. وانت يعني انا مش عاوز احول الحلقه لهذا، انت لا تعرف رايي في هذه الامور. انا في رايي ان الحكومه المصريه يجب ان تغضب لاصغر اهانه تلحق باي مصري الى الحد العسكري. يعني انا من غلاة الذين يدافعون عن ان تكون راس المصري في كل بلد عربيه مرفوع، مش محبه وخوف، مش محبه فقط. ايام عبد الناصر ما كانتش محبه بس، نعم تمام، كانت محبه ومعرفه. معرفه بمعنى ده كان ممكن يحصل ايام الرئيس عبد الناصر. لا، انا لما واحد صحفي لا وزن له اسمه جمال خاشقجي في السعوديه نعم قال ان الرئيس المصري عديم الخبره السياسيه، مش هاجمته. هاجمته دي كلمه قليله. يعني انا قلت له بيقولوا عليك المفكر اللي كذا، ما انت يا مفكر يا كذا، الاثنين مع بعض ما بيجوش. ما ينفعش تبقى كذا ومفكر، انت اوكي؟ اختار لك حاجه من الاثنين. انا ده الابروتش بتاعي اللي هو ما فيش هزار، ومشيت كده مع كل دولة عربية دخلتها، وكنت مبجلا بذلك، بمعنى ان مفيش هزار. يعني مفيش حاجة اسمها ولد أفاق اسمه جمال خاشقجي يقول رئيس الجمهورية اللي محتاج خبرة سياسية. خبرة سياسية ايه؟ انت مالك انت؟ ده كان بيدافع عن الاخوان وجزء ده انا اعرف عنه، اعرف مرتبه بيجي منين. اوكي، اعرف مرتبه بيجي منين، اعرف علاقته بتركي الفيصل، واعرف علاقه تركي الفيصل باسامه بن لادن. يعني نعرف كل حاجه. اوكي، بس هو الفكره ايه؟ مش كده. انت ما ينفعش تقول على رئيس مصر ناقص خبره سياسيه، ما ينفعش. الجمله فيها حاجه غلط. انت وكل من حولك لا يقولوها. ولو كان الامر بيدي وقالها مسؤول اكلفه بالمعنى العسكري، مش بنهزر. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. ما حدش يلعب مع مصر. يعني ما فيش حاجه اسمها واحد اسمه جمال خاشقجي بيقول عاوزين يديله خبره. تدي مين يا ابني؟ انت مجنون. تدي مين خبره سياسيه؟ وبعدين احنا ابناء هذا الشعب، هتيجي تدينا احنا بقى خبره سياسيه؟ ولا ناخد منكم الثقافه، ولا نتعلم منكم؟ طب خلينا عشان الوقت كمان. الانتخابات مهم جدا، موضوع الانتخابات والناس تنزل تنتخب، الناس تنزل تشوف مين مقاعد الأحزاب اللي نازلة، أحزاب توجهاتها إيه. إنه الخوف، أنا شخصيا عندي مخاوف كبيرة جدا، وعشان كده بقول للناس انزلوا بالملايين. يعني قلت في يوم كده وهكررها قدام حضرتك، ال 33 مليون اللي نزلوا في 30/6 ينزلوا ينتخبوا.
واكتر منهم اه واكتر منهم. احنا عندنا محاور كتيره، انا هقولها معاك قلبا وقالبا. اتفضل. عندنا عده محاور. اولا، اقول لكل من يتحدث عن المقاطعه انت غلطان بكل معنى الكلمه. انت غلطان في حق الوطن وحق نفسك، مش في حق انا. ليه؟ عشان في ناس زيك تسببت في اللي حصل لنا من سنه 12 ل 13. ذلك الكابوس الذي جثم على صدورنا نعم. منذ منتصف 2012 ل 2013 انتم شركاء فيه. يا اللي قلتوا تعبيرات البايخه بتاع ناصر ليمون نعم. والكلام ده. فانت ابن مصر مطالب انك تدافع عنها حتى لو في حاجه مش عاجباك. يعني انت ايه، البعض بيقول ايه، لا طالما ان سمحوا للسلفيين ينزلوا في الانتخابات انا مش هنزل. يا سلام، يعني نروح نسلم البلد للسلفيين؟ ها يعني ونجربهم كمان زي ما جربنا الاخوان. نعم. لا لا، انت جندي بتدافع عن وطنك. لو الضابط بتاعك في حاجه عملها مش عاجباك مش هترمي السلاح للعدو، لا هتقعد تحارب. مش كده ولا غلط؟ نعم. فاحنا بالتالي بنقول للناس اللي بيقولوا يقطعوا، نرجوكم من اجل انفسكم ومن اجل هذا الوطن تروح تنتخب. الجزء الثاني ده الرساله الاولى. الرساله الثانيه، عندنا الناس عندها مشكله في حاجتين، مين ما ننتخبوش ومين ننتخبه. وده عندهم حق. نعم. ولازم نشتغل كلنا مع بعض، حضرتك وانا والاخرون، نشتغل على ان احنا نوعي الناس في الاتجاهين دول، مين ما تنتخبوش ومين تنتخبه. حضرتك ذكرت عنوان جميل اللي هو امنع عدوك من دخول البرلمان. بالظبط. ده نشتغل على ده. نقول للناس احنا مش بنقول لك ما تنتخبش محمد وحسنين، احنا بنقول لك كل واحد تسبب في كابوس يوليو 12 ليوليو 13 ما تنتخبش اي واحد زيه او بيشتغل لحسابه. ما تنتخبش كمان من ترى انه جاي بفلوسه يشتري تكتلات في البرلمان. ما هو في ده البعد ده موجود. نعم. في واحد عاوز يحيي الإخوان عن طريق السلفيين، واحد عاوز يحيي تلك العلاقة المشبوهة بين المال والسلطة. فاحنا بنحذرهم وهنحذرهم من أن كل إنسان هيعيد مصر إلى الوراء ما تنتخبوش. وفي نفس الوقت انتخب من تظهر عليه معالم انه في خدمة اهدافك. انت عاوز ايه في الحقيقة؟ انت عاوز شغل لاولادك، وعاوز عدالة اجتماعية وتأمين صحي، وعاوز القانون يتطبق على الناس كلهم زي ما النهارده هيبتدي يتطبق على بعض الناس. فانت انتخب اللي بيكلمك في تلك القضايا مش اللي بيقرا لك. انت اسمع من الناس. نعم. ولازم نوعي الناس ان الصادق والكذب بيبان عليهم. العمليه مش عاوزين ساحر عشان نعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب. الناس عندما تسمع انسان بيتكلم في الاعلام، والله العظيم يا استاذ احمد الناس عارفه مين المرتزقه ومين الامناء، مين اللي اخدين فلوس ومين اللي مش اخدين فلوس. يعني في ناس بتطلع في القنوات اخده فلوس مش عيب، بس الناس عارفه. وفي ناس بتطلع عمرها ما خدت والناس عارفه. تمام. والناس عارفه. يعني الناس ممكن تختلف معاك في بعض القضايا، بس انا لا اعتقد ان في حد يظن انك تخدم شيء غير الوطن. الناس عندها البوصله دي جواها، وعاوزين نشتغل معاهم من هنا لغايه الانتخابات ان البوصله دي تمنعه من انتخاب واحد غلط زي ما حضرتك العنوان الجميل اللي انت مختاره. وفي نفس الوقت يختار مين، مش مين بالاسم، مين بالمواصفات. احنا عمرنا ما هنقول له انتخب طارق حجي او الاستاذ احمد موسى، هنقول له المواصفات. اختار اللي بيخدم قضاياك دي. الدوله بيدافع عن الدوله بالظبط. هو في النهايه احنا ثبت لنا أن الدولة المصرية هي المانع الوحيد بيننا وبين مصير سوريا. فكل من سيعمل لتقوية ورخاء واستقرار الدولة المصرية انتخبه. اللي هيخش البرلمان ده عشان الأستاذ فلان عاوز له، هو قال كده، قال أنا هنزل 200 عشان عاوز 100 يمثلوني. هو أنا ليه ما بقاش رئيس وزراء مصر؟ لا مش هتبقى رئيس وزراء مصر. مش هتبقى. أنا بكلم شخص معين الآن. مش هتبقى رئيس وزراء مصر. لماذا؟ مش لأنك وحش، لأنك ليك مجال. خليك في مجالك. أنت رجل أعمال، خليك في مجالك. أنا عمري في حياتي لما الأستاذ أحمد موسى يكون إعلامي كويس ما أخليه يعمل لي عملية مصران أعور. مش كده ولا غلط؟ مش شغلته. مش شغلته. صح. نعم. هعمل مصران أعور عند دكتور متخصص. نعم. حضرتك رجل أعمال، والعالم كله عارف إن من واجب الدولة أن تهيئ بيئة مثلى لرجال الأعمال للعمل كرجال أعمال، وليس لكي يحكموا ويضعوا القوانين التي تعظم ثرواتهم بشكل أكتر مما هي عليه. احنا عندنا صراع معاكم يا رجال الأعمال اللي هو قانون.
احنا بيننا وبينكم قانون، مش كده؟ نعم. كل اللي بنطلبه ان القانون يتطبق. انت عاوز تبقى رجل اعمال، من حقك تقول لي انا عاوز بيئه اعمال مثلى، نظام ضرائبي رائع، مش كده؟ ها؟ نعم. قوانين عمال ممتازه. نعم. من حقك وتشترك في ان تقول هذا. ولكن عاوز تيجي تقعد على كرسي الحكم عشان تكرر اللي شفناه في بعض الدول، في بعض العهود، عندما ما هو مصلحه رجل الاعمال آنية يعني الوقت، مش كده؟ نعم. والحاكم مصلحته طويله. نعم. مش كده ولا غلط؟ نعم. مش عاوزينهم يختلطوا ببعض، مش عاوزين يعني ابو مصلحه آنية بنقول له من حقك ان تكون لك مصلحه آنية من الآن يعني. السلفيين بيتكلموا على 60% من البرلمان بيشتغلوا على كده، او النور يعني. لا، بجهدك وبجهدي وبجهد اخرين مش هيعملوا 10% ان شاء الله. لان هذا الشعب تعلم، هذا الشعب خد درس. هو انا وحضرتك اللي قومنا الناس يوم 30 يونيو ولا هم؟ لا، الناس. هم، مش كده ولا غلط؟ طيب مش الاستاذ خيرت الشاطر قال مدام باترسون السفيره الامريكيه نص مليون والساعه 10 هيبقوا في بيوتهم؟ اذا حساباتهم خاطئه، مش كده ولا غلط؟ نعم. الحسابات الصح ان الناس دي ركلوكم، ادوكم شلوت بره. الناس دي احنا بنكلمها الان عشان يدوا يعني يكرروا الشلوت. كرروا تاني. لازم تكرروا تاني. بس يقول لك انا حزب مدني مش حزب ديني. لا، ما هو بيضحك علينا. هو بيضحك علينا. احنا بنقول له يا استاذ احنا عارفين ان انت كنت صادق لما قلت داعش مش كفره. انت واحد منكم قال كده، داعش مش كفره، وانت بتقول انا عاوز اوصل للحكم عشان اغير القوانين. اللعبه دي بقى الشعب المصري فهمها، اللي هو ايه؟ لعبه حماس. نعم. انتخابات مره واحده للابد. للابد. مش كده صح ولا ده؟ نعم. انا هستعمل الديمقراطيه عشان بالانتخابات احكمك. ولما احكمك انا مش ماشي ابدا، بل بالعكس هرميك من العمارات اللي فوق زي ما عملت في غزه. نعم. مش كان بيرموا في سيدي جابر. وعملوا ما هو ده اللي بيتعلم من ده. ده بيتعلم من ده. نعم. ما هو القتل وسيلتهم. فاحنا هنقعد نشتغل من هنا لغايه الانتخابات ان الناس تعرف جزء من نجاحك يوم 30/6 انك تكمله في الانتخابات الجايه. تكمله بايه؟ ان الكارثه اللي حصلت لك من نص 12 لنص 13 تمنع حدوثها، وده موجود في عنوانك. العنوان بتاعك بيقول كده برضو. نعم. العنوان قولوا لي تاني معلش انا نسيت. امنع عدوك من دخول البرلمان. بالظبط كده. ما هو ده عدوك اللي انت اسقطته يوم 30/6. ازاي تخليه يجي من الزحليقه وينزل لك؟ ازاي تخليه؟ ده هو نصاب لدرجه ان بيقول ما قاله مالك في الخمر في حق الستات والمسيحيين، ومع ذلك يقبل الستات والمسيحيين معاه مرشحهم. معناه ايه؟ الغايه تبرر الوسيله. استاذ ميكافيلي في قبره بيقرا لهم الفاتحه، اللي هو ايه؟ انت بتقول الولايه للمراه لا تجوز والولايه للكافر، وطبعا هو مش كافر. المسيحي ده راجل محترم. نعم. وصاحب هذا الوطن معانا. نعم. ده وطن. نعم. بنملكه مع احنا نعم. شركاء. عندنا اسهم مع بعض. نعم. حملت اسهم. الراجل المسيحي عارف راي السلفي فيه. نعم. والسيده عارفه رايه فيها. تمام. ومع ذلك بيقبل عضويتكم. ده لوحده ده يبين لكم انت بتشتغل مع مين. انت بتشتغل تاني مع اسماعيل هنيه اللي هو يكسب الانتخابات، وبعدين فات كام سنه يا استاذ احمد دلوقتي؟ مش قربنا من 10 سنين عليهم؟ نعم. مش عاوزين يعملوا انتخابات تاني. 2006. ادينا 9 سنين. نعم. مش كده ولا غلط؟ نعم. مش عاوز يعمل انتخابات تاني. ما هو طلع عليهم مثل في امريكا انتخابات واحده مره واحده. هو ده المثل، انت عارف. وانا هقعد بقى مش ماشي. وبعدين بقى ايه من المفارقات؟ امريكا اللي ما بتعرفش تضحك غير على البلهاء بتقول لك الاخوان منظمه حزب سياسي شرعي. والراجل بتاعهم مرسي ده رئيس شرعي منتخب. وفي نفس الوقت حماس مش شرعيه. والجزء الثالث ده حماس ارهابيه، والنهارده 3 من قادتها على قوائم الارهاب النهارده. والماده كذا في قانون انشاء حماس بيقول ان هم جزء من الاخوان المسلمين. نعم. المصريين. طالما انت جزء من الاخوان المصريين فتتعامل بقى امريكا يلا عملوه زي ما بتعامل الاخوان شرعي، ويبقى اسماعيل هنيه شرعي منتخب. مش كده؟ ولا في الحقيقه ان حماس كلها كذبه كبرى لا علاقه لها بالقضيه الفلسطينيه. هو مش كل الناس عارفه ان اسرائيل كانت شديده الحرص على ان ينسلخ ناس من تحت ياسر عرفات. نعم. عندما عرف الاسرائيليون ان ياسر عرفات لن يقبل بامور معينه، جاء في سنه 86 شيمون بيريز. الكلام ده على فكره موثق.
شيمون بيريز بيفتخر انه عمل حماس. حماس هي عباره عن حاجه اسمها الاخوان المسلمون فرع غزه، جزء من الاخوان المسلمين المصريين. فاحنا يجب ان احنا نطبق الشعار اللي انت اطلقته ده لانه عاجبني جدا. هذا الشعار لمصلحتنا احنا، ما ينفعش نعمل 30/6 وما نعملش كده. اذا كنا عملنا 30/6 نخلي البرلمان الجاي ما فيهوش من الطابور الخامس اكتر من 10%. 10% بالكتير. يا ريت يبقوا صفر، بس ما فيش حاجه اسمها كده في السياسه. تفتكر قبل ما نختم، معلش انا اسف وبعتذر حضرتك، وهيكون لنا طبعا لسه البرلمان جاي وهيكون لنا لقاءات كتير، تشكيله البرلمان طبقا للخريطه اللي موجوده دلوقتي شايفها ازاي حضرتك؟ انا شايف ان كل الطابور الخامس بما فيه السلفيين هياخد من 5 ل 15%. اراهن على الشعب اللي اسقط الاخوان. في ناس كانت بتقول الاخوان هيقعدوا 500 سنه في حكم مصر. مش كده؟ ومش الرئيس السيسي قال ان مرسي قال له كده؟ مش كده ولا غلط؟ نعم. اللي خيب ظنهم مين؟ الناس. هؤلاء الناس انا براهن عليهم ان هم مش هيدخلوا في مجلس الشعب الا اقل من، في الويندو ديت اللي هي من 5 ل 15، وان شاء الله يبقوا اقل. سيكون المجلس عندئذ افراد اكتر منه كتل، وعليهم يتعلموا ان يبقوا كتل، والا مش هيعرفوا يقوموا بدورهم. اللي هم مستقلين يعني. هيبقوا افراد. يعني في النهايه هيبقى في ناس جوه. ما هو برضه مش تبع حد. حضرتك عارف ان القايمه اصغر 120 بالظبط، اصغر نعم. من الافراد جدا. نعم. ثانيه 420. فانت عندك 460. يعني ربع والثلاث ارباع تقريبا يعني. الربع والثلاث ارباع. فانت هيبقى عندك افراد يجب يتعلموا الان ان يكونوا كتل، لانهم من غير كتل حتى البرلمان اللي منصوص عليه في البرلمان مش هيبقى موجود، هيبقى موجود على الورق. نعم. فأنا أعتقد أن البرلمان هيكون أحسن بكتير مما نظن. يعني هو لن يكون مثالي، ولكن مش هيكون زي ما الناس فاكرة مرتع للمال وللسلفيين، لا أظن. لكن هي دعوة حضرتك الناس تنزل تنتخب 100%. 100%. ولا وأرجوك ويعمل اللي أنت بتقول عليه، اللي هو ما تجيبش عدوك اللي هو أنت عملت ثورة عليه. نعم. ما هو احنا في يناير التاريخ هيثبت ان يناير فيها كل الوان الطيف. ثوره يمكن، عمل تآمري يمكن، في كل ده تعرف. اخوان مستنيين ينطوا على القطر يمكن، مش كده ولا غلط؟ نعم. امريكا مستنيه حدث يزلزل يمكن، لكن 30/6 مش كده. 30/6 فعل شعبي ضد الإرادة الدولية، مش كده ولا غلط؟ نعم. ولا ما كانوش زعلانين؟ فأنا يعني أنا بهيب بالناس وبهيب بكل إعلامي إن الإعلام اللي أسقط الإخوان أو شارك في إسقاط الإخوان يشترك في هذه الحملة، وتبقى دي قضيته أكتر من قضايا الأرواح والعفاريت والجن وما شابهها. شرفتني كالعادة. أنا اللي شرفت وسعدت. وبسعد والله دائما. أنا أكتر. يعني الوقت بيجري مع حضرتك. أنا أكتر حقيقي. شرفتني يا دكتور طارق. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم. لكن خلينا قبل ما نختم، النهارده كان في وفد البرلمان مجلس الشيوخ الإيطالي كانوا موجودين في القاهرة. أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي وفد البرلمانيين الإيطاليين النهارده خلال زيارته الرسمية لمصر وتفقده المشروع إعادة تأهيل القنصلية الإيطالية بأداء شركة المقاولون العرب في تنفيذ أعمال التأهيل والترميم للقنصلية. أعرب الوفد الإيطالي عن إعجابه بإنجاز الأعمال خلال شهر واحد بعد أن كان مخططا تنفيذها في 6 أشهر من قبل مكتب استشاري إيطالي. رئيس الوفد أصر على مصافحة العاملين بالمشروع والتقاط صورة تذكارية. المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب أكد عقب تكليف الشركة من جانب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بأنه تم إرسال فريق عمل متخصص على أعلى مستوى قام على الفور برفع المخلفات الناتجة عن الانفجار وعمل صلب لمبنى القنصلية لدرء الخطورة، لإضافة إلى تصليح الخرسانات التي أصابها الانفجار وتربطها بالخرسانات الجديدة، ولربط المنشأ القديم بالجديد وترميم الشروخ وكشف الأعمال الكهروميكانيكية التالفة لوضع خريطة التعامل مع الوضع الراهن. يعني ده عمل شركة المقاولون العرب. دائما شركة المقاولون العرب إنجازات كبيرة داخل مصر وخارجها، عنوان مهم للوطنية المصرية. معلش قبل ما أختم، حضرتك خبير أيضا بترول، ما ينفعش ما أسألش حضرتك عن حقل غاز شروق. في حاجات اتقالت صح وحاجات غلط. الحاجات الصح ان ده اكبر اكتشاف في تاريخ مصر. الحاجات الصح انه اكبر اكتشاف في البحر المتوسط. الصح ان اكتشفنا 60 تريليون
في 100 خطوه، واكتشفنا 30 على الاقل في خطوه واحده. فده نص 60% من اللي عندنا. ده يكفينا وحده 15 سنه داخليا. في آفاق ان يبقى اكبر من كده بكتير. فهو بكل المعايير شيء عظيم جدا. انت عندك حاجه 60، بغير ما نقعد نقول للناس TCF وبتاع والكلام ده، عندك 60 زودت لهم 30، بس ال 60 كنت عملتهم في 50 سنه، جيت في حاجه واحده زودت 60% عليهم. انت اشتريت امانك في الطاقه 15 سنه على الاقل، تمام؟ لكن ال 30 TCF اللي اكتشفوا ممكن يبقوا اكتر مع الشغل اللي هيتم. لكن في النهايه اكبر اكتشاف في تاريخ مصر، اكبر اكتشاف في تاريخ البحر المتوسط، قد يكون من اكبر اكتشافات الغاز السنجل، يعني الاحاديه. يعني ايه؟ طبعا في حقول اكبر في روسيا وفي قطر، بس احنا بنتكلم على اكتشاف فردي من اهم الاكتشافات، وشيء عظيم جدا وشيء مبهر. وكفايه ان الناس تعرف ان الاخوان اتغاظوا وشتموا فيه. يعني الفكره ان ايه؟ ما هو بقى معيار. يعني هو اكيد انه خير والا ما كانش. نعم. بس طبعا الاخوان انهم زعلوا وغضبوا. اتمنى كمان الاخوان ما يقولوش ان هم خبراء بترول كمان. شرفتني. بشكر حضراتكم. بكره هيكون ضيفي الكريم غدا حلقه مهمه ايضا، المستشار مرتضى منصور هيشرفنا بكره كالعاده. بحييه وبشكره. هنتكلم في السياسه، في الرياضه، في الانتخابات، برلمان نازل انتخابات ولا لا، هيعمل ايه، كل ده هيكون بكره. المستشار مرتضى منصور من بدري، من بدايه الحلقه على طول يكون مع حضراتكم. تصبحوا على خير.